في ناس بتفتكر إن المستقبل مجهول، لكن أوقات في حد ممكن يفتحهولك قبل ما تعيشه. عراف، مشعوذ، أو كلمة اتقالت في لحظة وتفضل تعيش جواك طول عمرك. في ناس صدقت وفي ناس كذبت، بس في حكاية غريبة حصلت في مصر من سنين عن راجل كبير اتفتح له كفه زمان واتكتب عليه لعنة دم. كل ما يجي يوم فرح يتحول لليلة موت. بداية الحكاية مختار عبد الباقي، راجل ليه مكانة كبيرة واسمه معروف. وهو شاب، في يوم وهو ماشي في مولد شعبي شد واحد غريب. كان راجل ملامحه مخيفة وعينه حادة. مسك ايد مختار وبص فيها وقال له جملة قلبت حياته كلها: انت هتتجوز وهتخلف 3 أولاد، لكن اوعى تفرح، ال3 هيموتوا في يوم فرحهم ودمهم هيبقى لعنة عليك وعلى بيتك. من اليوم ده مختار عاش أسير الكلمة. حاول ينسى، حاول يكمل حياته عادي، وبالفعل اتجوز وخلف 3 أولاد: حسام وشهاب وعمر. وكل سنة بتعدي الرعب جواه بيكبر، خصوصا لما أولاده كبروا وقربوا من سن الجواز. حسام كان الابن الكبير، محبوب، ناجح، وفي يوم قرر يتجوز. يوم الفرح كان بيت العمر مليان أنوار، مزيكا، وضحك، بس قلب الأب كان بيتخبط من الخوف. عينه مش سايبة ابنه لحظة. وفجأة الدنيا كلها اتقلبت. طلقة طايشة من خناقة في الشارع اخترقت القاعة واخترقت قلب حسين. وقع وسط صرخات العروسة والضيوف، والدم غرق الفرح كله. الليلة اللي بدأت برقصة خلصت بجنازة. مختار انهار، بس لسه عنده أمل إن هو يوقف اللعنة. حاول يمنع ابنه التاني شهاب من الجواز بأي طريقة، لكن الحب كان أقوى. شهاب حب بنت وكان مصمم إن هو يتجوزها. وفي ليلة كتب الكتاب. كان مختار قاعد مهموم، كل ثانية بيعدها كأنها رصاصة. وبعد ما كتبوا الكتاب شهاب ركب عربيته علشان يوصل عروسته. وفي نص الطريق عربية نقل كبيرة فقدت السيطرة وخبطت عربيته. انتهى الحلم ومات العريس قبل ما يعيش ليلة واحدة مع عروسته. اللعنة كملت طريقها وبقى فيه ابن واحد بس.
اللي هو أصغر عيل عنده واسمه عمر. كان مسافر بره في هولندا، بعيد عن اللعنة، بعيد عن شبح الموت. لكن لما رجع مصر رجع ومعاه قصة حب كبيرة. وقع في غرام بنت اسمها إيناس. أبوه حاول يوقفه، حكى له السر اللي مخبيه من سنين، لعنة الكف. لكن عمر رفض يصدق، كل ده خرافات، أنا مش عايش حياتي خايف من كلام دجال. قرر يتجوز إيناس مهما حصل. ليلة الفرح كان مليان ناس، لكن جوه القاعة كان في خوف غريب. كل الناس متوترة والكل بيبص على عمر كأنه ماشي ناحية مصيره. مختار كان قاعد بعيد، عينه على ابنه، وكل نفس بيطلع منه كان تقيل. وفجأة النور قطع. القاعة كانت غرقانة في ضلمة والناس عمالة تصرخ. ثواني قليلة ورجع النور. الكل بص على عمر لسه واقف بخير، بس على الأرض كان في دم. الكل اتجمد مكانه، وبعد لحظة اكتشفوا إن اللي وقع غريب من الضيوف مش عمر. يعني الشخص اللي مات كان من الضيوف أخيرا. لكن هل دي مجرد صدفة ولا اللعنة لسه مستمرة؟ عمر وإنيس سافروا شهر العسل وكانوا فاكرين إن خلاص اتحدوا الخوف. لكن في رحلة الرجوع الطيارة حصل فيها عطل خطير، عطل مفاجئ. أصوات، صرخات، وكمان مطبات هوائية. الطيارين بيحاولوا يسيطروا. الناس كلها كانت متأكدة إنها النهاية. الطيارة وقعت اضطراري، اتكسرت أجزاء منها. الدم كان في كل مكان، بس عمر وإناس نجوا بأعجوبة، بجروح بسيطة. مختار سمع الخبر، قعد مذهول. هل كده اللعنة خلصت ولا ربنا ادى فرصة أخيرة؟ عمر رجع البيت مع عروسته وهو حاسس إنه تحدى القدر. لكن وهو قاعد في أوضة نومه مد إيده قدام المراية وبص في كفه. هناك شاف نفس العلامة اللي شافها أبوه من سنين. الدمعة نزلت من عينه والهمسة رجع في ودنه. لسه ما خلصتش، اللعنة مش بتموت،